بتصلي يا عم محمد؟ بصلي الحمد لله الحمد لله وربنا يعلم يعني. طيب. على اخر الجهد بقى يعني على اخر ما ربنا بيعني. اما انا ونايم ما وريش حاجه ممكن اصلي ليل ونهار. طب عم محمد يعني انت لا صيف ولا شتاء ممكن مثلا تغير هدومك؟ غير هدومي حضرتك فضلتك شايف عليا ده هو الملايه منطوره عليا اهي. ما انا لا اعرف مثلا يلبسوني فالينه او اي حاجه تانية. ما هو ما فيش الدراع متن زي كده ورجلي زي كده. الملايه منطوره عليا بيغيروها لي كل ساعه ويغسلوها لي اي عاد. كل سنه؟ لا الغيار الملايه دي يعني اللي منطوره فوق دي ما هو اي وقت عادي تتوسخ يغيروها لي. لكن مش كل سنه ده. لكن انت لا صيف ولا شتاء بتحط على جسمك اي حاجه غير الملايه ده هي يا عم محمد؟ غير الملايه في الصيف حتى بجعلها رق واحد وبس تسترني. اما طبعا بالنسبه للحر الدنيا تبقى ستراني. اما في الشتاء بيحط فوقها هو فضيلتك شايفها وكبرتايه وكلام من دي. هي دي كفايه عليا. والستر بقى الاخير من ربنا سبحانه وتعالى. احكي لي لو مثلا دبانه او بعوضه وقفت على وشك ولا قراصتك بتحس بايه يا عم محمد وانت مش قادر تهشها؟ والله وسؤال حقيقي يفكرني بمقاله فضيلة الشيخ محمد حسان. هو بيقول أنا راجل من القاهرة وأتاه المرض قال له أنا بتمنى واحد ياخد 600 مليون دولار ويرد لي إيدي أهرش بها ظهري. محمد لو عايز تشرب بالليل ومفيش حد جنبك برضه بتحس بإيه؟ أشرب قسما بالله يا فضيلة الشيخ. صحيح ما حدش يتأخر عني في أي حاجة لو طلبت أي حد بس ما فيش حد حواليا. الأولاد الصغيرين النهارده مشغولين بمشاغلهم يعني بيصادفني من تكلت لهم الساعة 10 الصبح أو 11 ممكن أتني عشان للمغرب على مصادف يعني لو صادفت حد دخل علي يعني أتحمل العطش من الساعة من الصبح للمغرب. فبس هو ما حدش يتأخر عني. عطش يا عم محمد عطشان يعني مثلا 7-8 ساعات محدش جنبك عشان تشرب ميه بس؟ اقسم بالله حصلت مش بقول يعني ممكن تحصل. حصلت كتير حصلت ولنظر مش الاول كان بقول لفضيلتك كان يبقى الجدعان والكبار حواليا بالليل وبالنهار كانت الناس فاضيه. دلوقتي كل عيل عنده 10 سنين في مصالح. بتصادف ولاد اخويا في مشاغلهم ما حد دخل علي ما حدش فات في الشارع واستحمل العطش 7-8 ساعات. وحصل كتير يعني باستمرار مش مرة ولا 2. ما بتفكرش كده يوم القيامة تدخل الجنة كده ونشوف النبي عليه السلام؟ ويا فضيلة الشيخ اللي يقعد معايا زي فضيلتك كده وناس كتير تقول لي ده انت ليك الجنة ده انت ادعي لنا. اقول لهم يا اخوانا ربنا هو اللي اعلم يعني. أنا أضمن لنفسي الجنة وأنا يقول لي ده أنت قدامنا في الجنة. أقول بتاع ربنا كله طبعا كل واحد بعمله والجنة كتبت للموعودين والمتقين. فقاعدين بقى أحاول على آخر جيدي أرض الله بقى كلمة حتى بنية بأي حاجة وربنا بقى ولا يتقبل الجنة أو النار. دي حاجة علم الله. لو اتردت لك صحتك تاني يا عم محمد تعمل إيه؟ ده دي أمية طبعا ما حدش ينتظرها بس ده لو اتحققت يعني بالفرض ده أنا أطلب بقى من الله بعدها إن أنا أعيش 200 سنة لكي أمشي أخدم الناس كلها وأقضي خير للناس كلها اللي بتدخل عليا واللي عودوني على الحنية وعلى الحب. بيجي لي من الصعيد ناس مشايخ زيكم ومن دمياط من البحر ومن إبلي. تتمنى تصلي بقى وتسجد وتركع وتصوم زي يعني ببقى ما تعلمش يا مولاني لما بيكون الإمام بيصلي بالمصلين في الجامع أنا بقول وراه وأنا مش قادر أفهم كلامه كله يعني ما مش سامعه كله. فيا ريت ده أنا دلوقتي بقول على آخر ما أقدر يبقى الصلاة في الجمعة في الجامع وأنا فاتح الراديو قدام مني هنا بقول ورا الإمام بتاع الإذاعة. أم محمد تقول إيه للسلام اللي عندهم صحة؟ أقول إن نعمة الصحة هي أفضل نعمة أنعم علينا بها ربنا. يجب المحافظة عليها ويجب نستعملها في عمل الخير وربنا عمل الخير زي عمل الخير من أوله بقى. أول خطوة الخير هي دخول مساجد بيت الله والصلاة لأن صليت فرض ربنا وخرجت ربنا هيسهل لك كل أمورك.
تقول ايه يا عم محمد لكل مبتلى او عنده مرض او ابتلاء؟ يا سلام، الصبر، اصبر، أي مبتلى يصبر على قضاء الله، إن الله مع الصابرين. لا تحزن، أي مبتلى لا تحزن، لا تحزن، إن ربنا هو اللي جابلك وهو اللي يتقبلك. لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن. يعني ربنا يكرمك يا عم محمد. بنقول لكل مبتلى، بنقول لكل مريض نفس اللي قاله عم محمد وقاله ربنا سبحانه وتعالى لنبيه. حكى الله عن رسوله أنه قال لا تحزن إن الله معنا. الحقيقة يعني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الواحد مش عارف قيمة إيده، مش عارف قيمة عينه، مش عارف قيمة أذنه، مش عارف كده. عم محمد بيجتهد دلوقتي بكلمة بنية. بالمناسبة عم محمد لما سألته ايه امنيتك قال لي اتمنى مقبرة ادفن فيها داخل مقابر بلده مع عيلته داخل مقابر بلده. معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا تسنيم. اهلا يا تسنيم، ازيك؟ انا بحبك في الله. ربنا يكرمك يا تسنيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ محمد حسين. آمين. وأبو إسحاق الحويني. آمين. والدكتور حازم شمال. الله يكرمك يا تسنيم يا رب. امين يا رب العالمين. وزي ما شفنا كده عم محمد نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. معانا الاخت ايمان. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أيوة يا شيخ أمين. نعم. يعني والله ربنا اللي يعمل الواحد يعني اتفرج على الحلقة ازاي. فأنا كنت عايزة أسأل ممكن إن احنا نساعد الراجل ده ازاي؟ والله الواحد عنده نعم كتيرة ومش حاسس بيها. ربنا يتوب علينا وياخد لنا ذنوبنا. وأنا عايزة أعرف الواحد ممكن يساعد الأخ ده ازاي؟ عموما أنا تليفوني في الكنترول. لو حد عايز تليفونه أو عايز عنوانه أنا هديهوله. وهو رجل يعني موجود في ميت غمر في كفر سرنجة مشهور عم محمد. حد عايز يروح له او ممكن اديله العنوان والتليفون تفصيليا يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى المرء على قدر دينه فان كان في دينه صلابه زيد له في البلاء. زيد له في البلاء. والنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا احب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. احبتي في الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في ناس كتير بيضيعوا صحتهم في التدخين وفي شرب المخدرات. ناس كتير بيضيعوا صحتهم في السهر فيما لا يحل، بيضيعوا عينيهم في النظر إلى الحرام، بيضيعوا ودانهم في سماع الحرام، أو بيضيعوا وقتهم وعمرهم. صحة وفراغ، صحة ووقت عمال يضيع منهم. أما الوقت فهو العمر، والصحة هي طاقة الإنسان في حياته. لعلنا نعتبر من يعني من اللي شفناه مع محمد يعني عاجز تماما، ولكن مع كده بيصلي وبيصوم وبيقول بتكلم وبتمنى ان ربنا يقبل مني نيتي. ونقول لكل مبتلى لا تحزن. انت زي ما انت شايف هذا الرجل مع عجزه ومع شلله، ولكنه استطاع انه يتعايش ويتكيف مع هذا الابتلاء وعايش وراضي. وكل ما نكلمه يقول الحمد لله انا مش عايز حاجة تاني من ربنا. فالرضا ده في القلب مش في الجسم، مش في الطول والعرض والمال والصحة، وإنما كفاية قوي رضا ربنا سبحانه وتعالى، وكفاية قوي إن الواحد يلقى الله وهو راضي عنه. النبي عليه السلام قال يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة. أكتر واحد شاف ابتلاء وشاف مرض وشاف حزن لو غمس غمسة واحدة في الجنة ثم أخرج ثم يسأل هل رأيت من بؤس؟ يقول والله ما رأيت من بؤس قط. أتمنى أن احنا نشوف كل المبتلين والمرضى والمتألمين في الجنة، وأسأل الله أن أرى كل يعني زوية وأقاربي وأحبابي وأصحابي المبتلى وغير المبتلى أيضا في الجنة. ونسأل الله الشفاء ليك يا عم محمد والكل اللي زيك، وإن شاء الله تعالى نلتقي في الحلقة القادمة.